السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عاملة الفيديو ده دلوقتي، والله العظيم اتأثرت جدا جدا واتجرحت جدا. أنا الصبح صاحية لقيت حفلة، قلت أدخل أساعد صاحبتها، فبقيتها فرحانة بيا، كان معاها 3. قلت أفرحها وأرفع لها على المنتدى وأنادي صحابي. فوجئت إن واحدة معاها وهي بتقدمني بتقول لها مين؟ قالت لها زيزة. قالت زيزة دي اللي أنا لسه محولة لها 3000 جنيه على فودافون كاش علشان ترفعلي على المنتدى. قعدت أكلمها وأترجى صاحبة الحفلة تتكلم وتقول لها أرجوكي. قلت أرجوكي قولي لها إذا إمتى وإزاي. طلبت منها لقيتها ما ردتش، يبدو إنها كانت في السطوح بتتصنت. قسما بعزة جلالة الله، قسما بعزة جلالة الله، ما أنا عمري في حياتي ما طلبت من حد حاجة ولا وصلني من حد حاجة. ليه الناس بتتهمني؟ وليه أنا بحاول أفرحكم بتحزنوني؟ ليه بتصدموني؟ ليه عاوزيني أقفل باب الرحمة وباب المساعدة؟ ليه؟ أقولولي الهدف إيه وأنا اقنعوني وأقنعكم. في ناس بجد الفرحة بتسوى حاجات كتير. أنا بكلمكم والله العظيم تعبانة، مش قادرة أتكلم، مصدومة صدمة السنين. الناس تقول تتهمني بالتهمات وتعمل حسابات باسمي بكلام قذر. طب ليه؟ ليه؟ واللي بتدعي عليا واللي بتحاسبن عليا واللي بتتهمني ان انا برغمها ان هي تروح تشاهد. انا يا جماعة طلبت من الناس اني انا لو رفعت فيديو على المنتدى عندي بقول لهم هجوم هجوم، علشان نفس اللي هتهجموا عليها هيحصل. عمري ما هضمت حق حد، عمري ما هضمت حق حد، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيتهمني، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيقول عليا اني انا وصلني فلوس منه. انا ما بكيتش من عيوني، بكيت من قلبي جوايا، بجد زعلانة وحزينة قوي، حزينة ومصدومة صدمة السنين. بتعملوا فيا كده ليه؟ بتعملوا فيا كده ليه يا جماعة؟ من قدم السبت لاقي انا اتحرمت منه ايام ما بدأت اعمل القناة بتاعتي واحاول اعوضه للناس اللي هي لسه بادئة. كنت اتمنى الاقي قناة كبيرة او قناة عندها مشتركين كتير يشير لي فيديو علشان ابان، بدل ما انا تحت الباترون ابقى على سطح المكتب او ابقى في عالم اليوتيوب. لكن ما ينفعش ان احنا نرد الخير بالاساءة، ما ينفعش نوقف مكان او نوقف هدف اللي هو بناخد حسنات عليه. انا عارفة النهاردة لما اروح اشتكي لحد او اني اشير لحد، الفرحة لازم تكون الفرحة فرحتين، اني انا اروح لحد وحد يجيلي. بس اقسم بالله انا اول ما بدخل بيكون هدفي فرحة الناس. سؤالي الوحيد اللي انا مزعلاه ومزعلني قوي، تعملوا فيا كده ليه؟ ازاي تتهموني ان انا خدت منكم فلوس؟ اللي بتتهمني ان انا خدت منها فلوس وبتقول ان انا حولتلك فودافون كاش، تطلع وتخليها جريئة وتروح رافعة الفيديو وتوريني برقمي بحاجتي بكل ما حاجة وتقولي ايوه انتي دفعتي لي فلوس. اقسم بالله العظيم 3، اقسم بالله العظيم 3 ان انا مجروحة، وبحق الايام المفترجة دي انا مش مسامحة كل اللي يظلمني وكل اللي يتهمني بكل حاجة. وكمان في قناة لا داعي ذكر اسمها دخلت تتحاسبن عليا وتقولي ان انتي واحدة بتفرضي على الناس ان هم يساعدوا الاخرين، وانتي انسانة ما بتساعديش حد ابدا. انا الانسانة اللي انا والله ما كنت اعرفها ولا تعرفني، رفعت لها فيديو عندي على المنتدى ودخلت من البنات اترجاهم يخشوا يشاهدوا لها ويقفوا معاها، وقعدت اشكرها على مطبخها واشكرها على حاجات كتيرة يجعلوا في ميزان حسناتي يا رب. ارجوكوا يا جماعة اللي حاسة ان انا ظلماها تتكلم
وتطلع جريئة وتذكر اسمي وتقول أيوة انتي ظلمة، أيوة انتي وصلنا، أيوة انتي بعتنالك فلوس. ياه، المعروف ممكن يكون ده آخره. حسبي الله ونعم. ده أنا مفيش بس، أو مفيش أي حفلة بتطلع تخصني أو ما تخصنيش وأنا بديلهم أرقام علشان يخشوا أساعدهم وأفهمهم، وأقعد أقول الكلمات المحظورة، وأقعد أقسم بالله ما بفرق المكان إلا للضرورة القصوى. أعتقد إني أنا دلوقتي بجد بقيت أخاف أوي من إني أساعد حد. وأنا اعذروني فعلا. هغير رقم التليفون بتاعي، مش هرد على حد أبدا، إني بجد أنا صدمت أوي. إن هو ليه تتهموني؟ ليه تقولوا كلام ما حصلش؟ والناس اللي هي بعتتلي فلوس عشان أرفعها في القنوات، بعتولي يا حبايبي اعملوا فيديو وبعتولي الايصال وقولولي أيوة احنا بعتنالك. حسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم بكلمكم نفسي ما أنا عارفة أخده، وصداع في دماغي مش قادرة أفتح عيني. بتتهموني ليه؟ من كتر ما أنا مجروحة، دموعي من جوه قلبي بتبكي. أنا مش قادرة أعيط لأني فعلا كل حاجة جوا اتحجرت، حتى تفكيري اتحجر. يا ليه الناس بتعمل كده؟ ليه الناس بتعمل كده؟ تتهموني ليه؟ عملت فيكوا ايه؟ والله العظيم قفلت في وشكوا باب الرحمة بكلامكم الوحش ده. قفلتوا من على وشكوا حاجات كتير كنت ناوية اعملها لكم وافرحها لكم. ابدا ابص لقناتي، ولا ابص لقناة ابني اللي ما كملش 1000 لغاية دلوقتي، ولا اختي اللي ما كملتش 1000، ولا الفيديوهات اللي بتاعتي اللي ما بتوصلش ل200 مشاهدة. انتبه بقى لنفسي. شكرا على الألم اللي اديتهولي، اللي فعلا فوقني. رسيل الألم اللي جاني على غفلة من ناس ساعدتهم، بجد جرحتوني، بس فوقتوني لنفسي فعلا. أنا مش مسامحة أي حد بيتهمني، ومش مسامحة لأي حد بيقول عليا كلام بطال. حسبي الله ونعم الوكيل. بجد أنا بطلت أثق في أي حد. بجد تعبتوني. بجد قفلتوا نصيبكم من كلام ومن حكاوي كنت ناوية أرفعكم بيها. كنت ناوية أعمل لكم فيديوهات بصوتكم، وكنت ناوية أحارب علشانكم. ليه تعملوا فيا كده؟ يوصل الحد عملتوا حسابات باسمي وصدمتوني، عملتوا حسابات باسمي وقعدتوا تشتموني بيها، ودلوقتي بتتهموني في الحفلات اني انا ناس بعتتلي فلوس ومبالغ. حسبي الله ونعم الوكيل. لو انتوا مكاني هتعملوا ايه؟ بجد لو انتوا مكاني قولولي هتعملوا ايه؟ انا عن نفسي خلاص تعبت، بجد والله العظيم تعبت. ده انا باخد مطهرات للزور لان زوري وجعني، ومفيش ولا حفلة اللي بكح فيها لما برجع وانا قاعد عشان اساعد الناس. وكلكم عارفين ان القناة اللي اتفعلت الحفلة بالنسبة لها مش مفيدة الا اذا جابت فيها 1000 مشاهدة، وانا يا حسرة عمري ما كملت 1000. الله يسامحكم، يجعل كل خير عملته في ميزان